السلام عليكم، مرحبا بكم في القناه. اليوم جبت لكم فيديو جديد ووصفه اللي زوينه بزاف وجديده. فاليوم غادي نديرو كفته ديال السردين بطريقه جديده وطريقه زوينه بزاف اللي كدير الكوكوت. بالنسبه للمقادير اللي غادي نحتاجو، فاحنا غنحتاجو كيلو ديال السردين اللي نقيناه من قبل وغسلناه ورقدناه في شويه ديال اما الحامض ولا الخل. غنحتاجو بصله مقطعه طرونش، وغنحتاجو مطيشه مقطعه طرونش، غنحتاجو جوج بطاطا مقطعين حتى هما طرونش، زلافه ديال الروز مخلطه ما بين الروز عادي والروز كلاصي، وغنحتاجو الخرقوم والكمون والسكينجبير والابزار والتحميره والملحه والزيت المائده والزيت البلديه. دابا غندوزو للطريقه ديال التحضير. فكيف ما شفتوا احنا من بعد ما غسلنا الحوت السردين يكون غليظ شي شويه، فهو اللي كيجيب الكفته كيجي غزال رائع كما كتشوفوا. فحنايا كنطحنوا في هاد الطحانه هادي لحقاش تفرد لينا داك المهم داك الشوك الرقيق مكيهبطش كامل. لا عنده الطحانه الاخرى فيمكن له يخدم بها حتى هي، ولكن هاد الطحانه هادي راه متواجده في اي بيت مغربي، اي دار دخلتي لها كتلقى هاد الطحانه هادي ضروري منها. صافي غادي نستمروا هكايا تنساليو الكميه ديال الحوت ديالنا كامل. فانا غنوريكم النتيجه كيفاش تيجي، يعني راه بحال هاد الماكينه هادي، بحال الماكينه ديال الضو، بحال نفس القضيه. دابا غندوزو للطريقه ديال التحضير. كيف ما شفتوها هو الحوت من بعد ما طحناه، الطحانه ديال المطيشه معروفه عند المغاربه كاملين، كاينه في كل بيت. صافي دابا غنبداو في الطريقه ديال التحضير. اول حاجه غنبداو نشرملو الكفته ديالنا، فحنا غنضيفو لها زلافه ديال الروز مخلط ما بين عادي وكلاصي. كيف ما شفتو راه ما مسلوق ما حتى شي حاجه، غير خضر. نديرو معلقه ديال الشرميله، ثومه وقزبر، نديرو معلقه ديال التحميره، معلقه ديال البزار، معلقه ديال السكينجبير، معلقه ديال الكمون، معلقه ديال الخرقوم، طبيعة الحل الملحه. يعني اللي ما كياكل من الفيديوهات اللي كيستخدم فهاد الطريقه هادي راه زوينه، كيدار كفته وكيجي زوين. وحنا اليوم غادي نديروه في الكوكوت. صافي الزيت العاديه والزيت البلديه ضروري. صافي غنبداو نخلطو مزيان حتى يتشرب ليا داكشي كامل وتخلط الروز مع باش هادي هي التسميه ديالو. حنا غنديروهم كويرات بحال غنكورو كفته، ونبداو في الترميله ديال المقادير اللي بقات لنا. فكيف ما شفتوا هكايا فهما راه تيتكورو. شفتوا حنا غادي نبداو نكوروهم هكا يعني الحجم اللي بغيتو ديرو. بهاد الطريقه حنا دابا غنكملو التكوار ونرجعو باش نكملو المقادير مع بعض. فكيف ما شفتوا حنا سالينا التكوار ديال الكفته ديالنا مع الروز، وهذا هو الشكل ديالها. انا غادي نخشيها في الفريغو ولا الكونجيلاتور تشد راسها شي شويه. ودابا ندوزو للطريقه باش نشرملو البطاطا والبصله والمطيشه.
فبالنسبه للتسبيله ديال الخضره ديالنا كيف ما تشوفوا حنا غنبداو فيها دابا على بركه الله. صافي كيف ما تشوفوا حنا درنا بطاطا. نسيت ما قلت لكمش باننا غنضيفوا معلقه ديال مطيشه، المهم مصبره ولا مطيشه ديال الحك ديروا معلقه. فحنا غنديروا البصله اللي مقطعه طرونش مطيشه، فحنا غنشرملو كلشي في خضره. اللي بغى يضيف فلفله يضيفها حتى هي تكون مقطعه طرونش اختياريه. انا هنايا ما ضفتهاش. صافي غنديروا التتبيله ديالنا هذه. شفتوا راه حنا درنا بطاطا وبصله مطيشه، معلقه ديال مطيشه الحك، تحميره الابزار، سكينجبير، الملحه. فكما قلت لكم الكفته راني درتها في الكونجيلاتور، يعني كتوجدوها من قبل لا بغيتو وتخشيوها في الكونجيلاتور وتخليوها نهار تبغيوها تلقاوها موجوده مكوره مساليه. يعني عرفتي هي حنا نشربوها بطريقه بالنسبه للمطيشه ديال الحك كما شفتوا احنا غادي نطلقوها بشي شويه ديال زيت البلديه وزيت المائده بهذه الطريقه هذه. وغادي نضيفو نص كاس ديال الماء نديروه مع المطيشه. بهذه الطريقه غادي نخلطو كلشي. عفوا غنزيدو شي شويه ديال الملحه كيف ما شفتوا حنايا وضعناها على جانب. دابا غنبداو نستفو الخضره ديالنا كيف ما كتشوفوا. بهذه الطريقه غنديروا البصله من التحت. انا غنبقاو نديروا طبقات، طبقه ديال البصله، طبقه ديال البطاطا مطيشه، حتى كنساليو الخضره ديالنا كامل. وما بين كل ملي كنستفو كنديروا الكفته وكنبداو عاوتاني نستفو. صافي بهذه الطريقه هذه كما كتشوفوا. يعني كديروا الكميه على حسب افراد العائله. صافي دابا غادي نضيفو الكفته ديالنا. بهذه الطريقه كما كتشوفوا. ودابا حنا غنكملو التستاف ديالنا داك الساعه رجع من بعد. حنا من بعد ما سالينا التستاف ديال كلشي، داك الخليط اللي كنا درنا ديال مطيشه الحك مع الزيت البلديه والزيت عاديه ونص كاس ديال الماء، فحنا غنصبوه من الفوق بهذه الطريقه هذه كما كتشوفوا. صافي غادي نسدو عليها وغنديروها فوق البوطه طيب. المهم الوقت تقريبا ثلث ساعه حتى 25 دقيقه كتكون وارده. ودابا نخليها طيب وديك الساعه نشوفوها في صحن التقديم ان شاء الله. انا شعلت عليها البوطه كما كتشوفوا.
فيعني العافيه كتكون مهيله، مكتكونش مجهده بزاف، العافيه مهيله. المهم نص ساعه راه تتكون واجده، هاد الاكله في نص ساعه تتوجد. شوفوها بصحن التقديم ان شاء الله. فكيف ما شفتوا هذا هو الطبق ديالنا راه وجد، فهو راه تيجي ناشف، ما فيه لا مرقه ولا حتى شي حاجه، كيجي كيشهي. فكنتمنى تجربوه ويعجبكم، ودعموني بلايك وابوني وتبارطاجيوه مع العائله ديالكم والاحباب والاصدقاء، وان شاء الله نتلاقاو في فيديو جديد.